اللهم يا رب ألهمنا القدرة على العفو عمن ظلمنا، والكرم أن نعطي من حرمنا، والسعة حتى نفرج عمن كان معسرا أو مديونا لنا. ويا مساء الفل والورد والياسمين، يا مساء السعادة والهنا، يا مساء كل حاجة حلوة على عيونكم يا أحلى اخوات في الدنيا. ازيكم يا أمارات؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال، اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب يريح بالكم ويصلح حالكم وأحوالكم، ما يقدرش عليكم ولا يكتبش عليكم وجع القلب أبدا أبدا، اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب ترزقنا وترضينا وتجبرنا وتطيب قلوبنا، يا رب ترزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، قولوا آمين اللهم آمين يا رب العالمين. يوم جديد وفيديو جديد مليان تشجيع وتحفيز، مليان افكار اقتصاديه، مليان كده كلام حلو قوي قوي من القلب للقلب ان شاء الله بامر الله. اوعدك تكملي الفيديو للنهايه هتلاقي نفسك بامر الله مستفاده. تتفرج على دقيقتين كده وتطلعي تجري؟ لا، دي انت كده بتاذيني مش بتنفعيني خالص. فربنا يسعدكم المشاهده الصادقه يا بنات، ربنا يرضيكم ويرضى عنكم كده. اتمنى دعم حلو كده منكم للفيديو. احنا بسم الله ما شاء الله داخلين على 18,000 اخت وام منوراني ومشرفاني، مش كتير عليكم انتوا توصلوا لي الفيديو ل1000 لايك يا بنات، ربنا يسعدكم. عاوزه الفيديو يوصل ل1000 لايك لان هو يستاهل منكم 1000 لايك وزياده كمان. ربنا يرضيكم ويرضى عنكم، احنا واثقين في نفسنا قوي قوي. احلى حاجه في الدنيا انت تكوني واثقه في نفسك، احلى حاجه في الدنيا ان انت تبقي عارفه انت بتعملي ايه، احلى حاجه في الدنيا انت تبقيش مهزوزه، تبقي عارفه بتتكلمي ازاي، تبقي عارفه انت بتعملي ايه، ما تخليش حد يقل منك، ما تخليش حد يقلل من قدراتك مهما كانت قدراتي قليله، مهما كانت انا عارفه ان انا ظروفي قد كده. لا، انا احلى من كده بكتير، لا انا سداده قوي، انا جدعه قوي، انا في اي حاجه سد وفي اي حاجه اقف حتى لو الظروف على قد. طب اقول لكم على حاجه، صلوا بينا الاول على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انتوا عارفين الناس اللي بتبقى ظروفها على قد دي حرفيا، واقسم بالله العظيم وربي انت شاهد على كلامي، ان هم بيبقوا اكرم ناس في الدنيا واجدع ناس في الدنيا واحسن ناس في الدنيا. الناس اللي بتبقى ظروفهم على قد ما بيبقاش قرشهم غالي عليهم قوي زي الناس اللي بيبقى معاهم فلوس، ما بتبقاش كل حاجه حاطينها كده في عينيهم زي الناس التانية اللي هم ظروفهم الى حد ما متيسره شويه. على العكس خالص، يعني انا من خلال تجربتي وتعاملت مع ده وده، لا الناس اللي هي ظروفها على قد دي اللي بتبقى اكرم الكرمه. الناس دي اللي تخشي بيتها تبقى الله اللقمه حلوه وكوبايه الميه حلوه وكوبايه الشاي حلوه وابتسامتها في وشك حلوه وطبطبتها عليكي حلوه. يا رب تجعلنا كده وشنا بشوش، وتجعل ايدينا فرطه، وتجعلنا تراضينا وتجبرنا، وتجعل توسع ارزاقنا كده علشان احنا ندي ونراضي برضو، انت تدينا واحنا ندي ونراضي يا رب بامر الله. جايبه لك النهارده كام فكره اقتصاديه حلوه قوي قوي قوي، وكم فكره في الدنيا والحياه والعيشه واللي عايشينها وعيالنا وجوازنا. واوعدك ان انت ان شاء الله بامر الله هتخرجي من الفيديو بتاع النهارده مستفاده. بس اتمنى تدعموني يا بنات مشاهده الاعلان، ربنا يسعدكم. وصلوا لي الفيديو ل1000 لايك، احنا بسم الله ما شاء الله داخلين على 18,000. ربنا يا رب يسعدكم ويهنيكم، 18,000 اخت وام مشرفاني ومنوراني، ووجودكم كده تاج على راسي. ادعموني وشجعوني كده باللايك الحلو اللي تحطوهولي، بالكومنت القمر، ارفعوا الفيديو بالصلاه على النبي، لو لسه ما اشتركتش في القناه اضغطوا على زر الاشتراك علشان يوصلك مني كل جديد، ولايكات كتير يا بنات للفيديو. احنا عددنا حلو ومحترم قوي، يعني انتوا تقدروا توصلوا الفيديو 1000 لايك، فمحتاجه دعمكم جدا وتشجيعكم جدا. بفرح قوي قوي من كلامكم، بيديني جرعه نشاط وجرعه تشجيع وتحفيز كده. بصوا ببقى عايزه اقوم اعمل اي حاجه. ربنا يا رب يجبركم ويرضيكم ولا يحرمني منكم ابدا ابدا يا احلى اخوات في الدنيا. صليتي بينا على النبي يا قمر، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. يا رب يرزقكم بفضل الصلاة على النبي رزق كتير وجبر خواطر كتير وفرج كتير وكل حاجة حلوة تتمنوها يا رب بفضل الصلاة على النبي يرزقها لكم ويرضيكم ويطيب قلوبكم بيها، اللهم امين يا رب العالمين. فطرت كده وروقت على حالي وقلت اقوم استعين بالله واتوكل على الله كده، مسكت الاوضه كده اديتها ترويقه على السريع السريع زي ما بيقولوا كده. ترويقه سريعه. يعني ايه ترويقه سريعه؟ الناس اللي بتقولك انا عندي الدنيا مكركبه والدنيا تضرب تقلب وانا ببقى مش عارفه ابدا منين، بيجي له كومنتات كتير قوي قوي على نفس الموضوع ده، الدنيا مكركبه ومتدربكه وانا ورايا الف حاجه ولا ومانيش قادره اقوم، انا ماليش مزاج، انا ماليش نفس ان انا اقوم اعمل حاجه. طب يا حبيبه قلبي، لو حد خبط عليك على غفله، لو حد جالك على غفله، ساعتها انت هتردي عليه في وسط المدعكه اللي انت قاعده فيها؟ لا اصلا انا ما كانش ليا مزاج اروق النهارده. طب هو حضرتك مزاجك هيجي امتى؟ يعني انت عرفينا مزاج حضرتك هيجي امتى عشان احنا نجيلك في اليوم اللي مزاجك فيه يكون رايق وتكوني مروقش فيه شقتك. لا احنا مش عايزين كده خالص، احنا عايزين يبقى مزاجنا حاضر على طول ومزاجنا موجود على طول،
وشقتنا نظيفه على طول. حته ان انت تمسكي الشقه تبصي عليها بصه سريعه وكل اوضه 5 دقايق، دي مش هتاخد من وقتك ولا من صحتك ولا من تفكيرك كتير قوي. على السريع كل حاجه من على الوش كده، لا انا كده بصه شايفه ان الدنيا عندي رايقه وكل حاجه تمام. جوزي جاي من تحت، آه، عامل يا بنات، عايزه اقول لكم ان عامل ان الراجل يجي من تحت يلاقي الشقه نظيفه، لا ده حاجه حلوه قوي قوي في هدوان السر. ده حاجه حلوه قوي في انه خلاص، لو هيتلكك بقى على اي حاجه، لا انا الدنيا عندي رايقه والدنيا فله. وبص مراتك قشطه كده، قشطه زي ما بيقولوا، ما تخليهوش يمسك عليكي غلطه في حكايه النظافه دي بالذات. في ناس كتير قوي تبقى عندها حته النظافه دي، يعني ايه، زي هوسوس كده في دماغهم، لا انا عايز كل حاجه على الشعره كده. وفي ناس تانية خالص ماشيه ببركه ربنا كده وماشيه بالزق كده، والله العظيم وزي العسل والسكر كده، بتتقبل اي حاجه وبترضى باي حاجه. واللي بيرضى بقليله ربنا بيراضيه. يا رب يراضيكم يا حبايب قلبي ويسعدكم ويهنيكم ويجعلكم كده من سعداء سعداء في الدنيا والاخره، اللهم امين، ويقر عيونكم بما تتمنون، اللهم امين يا رب العالمين. طيب انا خلاص كده عرفت وظبطت دماغي ان انا بيتي نضيف بيتي رايق، انا كده ست بيت زي الفل. الله الله عليا كده. غير لما ابقى الراجل جه راح الشغل سايبني نايمه، جه لقاني نايمه، راح الشغل لقى الدنيا مكركبه، سايب الدنيا مكركبه زي ما هي، جه لقى نفس الوضع اللي هو فيه. انت كده مش عايزاه يتخانق معاكي؟ انت كده مش عايزاه ينكد عليكي؟ طب هو انت كده مرتاحه ومبسوطه بالوضع اللي انت فيه؟ طب هو انت كده لما تلاقيه شبطان لك في اي حاجه او بيتلكك لك على اي حاجه، على اي حوار غير التنظيف، ساعتها تقولي هو بيعمل معايا كده؟ لا، ما هو بيعمل من اللي هو شايفه يا حبيبه قلبي. هو عايز مكان نظيف، عايز يبص يلاقي الدنيا رايقه. طب انا اعمل ايه عشان اظبط دنيتي واخلي كل حاجه رايقه؟ هقول لكم تعملوا ايه، بس نونو بتسلم عليكم. سلمي على صاحبتك يا نونو. ازيك يا صاحبتي؟ ماما هتجيب لي بالونه، وماما هي ونونو هيقول لها انت عايزه حاجه يا صاحبتي النهارده؟ ماما هتجيب البالونه من السوق، قول لها هتوحشيني قوي يا صاحبتي. لا انت عايزه حاجه؟ بصي ماما ايه نونو ايه. طب قول لها عايزه حاجه، اشوفك بكره. قول لها اشوفك بكره ان شاء الله. قول لها يلا مع السلامه. انت يا بوسه بقى كبيره، انت رايحه تعملي ايه يا نونو؟ رايحه تنامي؟ يلا نامي بقى، تصبحي على خير، يلا نامي. تعالى اقول لك يعني ايه لما تمسكي الصبح الشقه اوضه اوضه كده تظبطيها. انا خلاص روقت شقتي ترويقه سريعه، سريعه جدا، يعني كل اوضه ما تديهاش اكتر من 10 دقائق ربع ساعه. ببركه ربنا كده تلاقي عندك كل حاجه بقت فل. خدت الاوض اوضه اوضه، ادخل على الحمام اروح ماسكه مصبناه، ادخل على المطبخ اروح بصه فيه بصه، طلعي غداكي، جهزي غداكي. جهزت الغدا بتاعي بسم الله ما شاء الله، طفيت عليه النار. اللي جاي من تحت الله شايف ان البيت نظيف، شايف ان الاكل جاهز، شايف ان انا خلاص اخدت دش ولبست ترنج حلو، لبست جلابيه حلوه، لبست بيجامه شيك كده، حطيت حبه كحل، سرحت شعري، شلت القمطه اللي انا قمطها طول النهار بتاعت الطرحه دي ورا الرابطه اللي انت ربطها على راسك. وشك كده مبتسم كده، مرتاحه، انت كده مرتاحه نفسيا، انا حاسه بيكي ان انت كده مرتاحه نفسيا. مفيش غسيل قدام الغساله، الموضوع ده استحاله طبعا، بس على الاقل ايدينا فيه اول باول. حطيتش لايك؟ حطي لايك، ربنا يسعد قلبك. ولو لسه ما اشتركتيش اضغطي على زر الاشتراك بالله عليكي، دعمكم بيفرق جدا جدا معايا، وكلامكم وكومنتاتكم ودعواتكم وكل حاجه حلوه كده بتفرق معايا. صليتي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انا طلعت كده، كان عندي كيس بطه طلعت سلقته، وعملت شويه رز ابيض، ويا ترى هل ترى هعمل ايه، ما لقيتش عندي صلصه، طلعت كده كام طماطميه كده كانوا في التلاجة، ضربتهم بالهاند بلندر وعملت صلصه الفته. طيب ايه اللي هيوفر معايا وهيرمي معايا وهينجز معايا وهيكسر معايا قرش حتى لو انا مصروفي باليوم؟ ايه اللي هيعمل معايا كده؟ ان انت تعملي اكل اليومين. ومش هقولك ان شاء الله ما شاء الله لازم تبقي طبخه فراخ ولحمه عشان تعملي اكل اليومين، لا خالص. ممكن تعملي مسقعه تاكليها على يومين عادي جدا، مفيش مشكله. اعملي بصاره كليها على يومين، اعملي عدس كليها على يومين. ولو عيالك صغيرين وهم ما بيحبوش الكلام ده وانت بداتي تعمليه، هم هيتعودوا عليه. لكن هو مش كون فيكون. يعني انا طبخت اليوم ده، انا اليوم اللي قبله كنت عامله مسقعه، اليوم اللي قبله كنت عامله عدس. انا ببقى مصوره مقاطع، ممكن ابقى مصوره مقاطع يا بنات واشارككم معايا بيها بحيث ان انا اكمل الفيديو. لكن انا مش بجيب لكم اليوم كامل، ممكن يبقى يوم انا خلاص فاصله مش قادره ان انا اصور اكله فيه، فباخد الاكله مثلا مصورها من امبارح وخلاص. وانتوا اظن بتاخدوا بالكم ان الهدوم اصلا بتبقى متغيره، ببقى مغيره البيجامه، ببقى مغيره الجلابيه، فبيبقى باين. لكن الروتين لما بيبقى كامل على بعضه بيبقى هو بنفس الهدوم كده اغلبيه الاوقات يعني.
فجايه لكم ان هو الاكل عادي احلى حاجه في الدنيا واوفر حاجه ليكي ان انت تعملي على يومين. طب هما مش هيعجبهم الاكل، طيب انا هقول لك لو مش هيعجبهم الاكل انت هتعملي ايه. تعالي كده بسم الله ما شاء الله، جيبي ربع كيلو صدر فرخه، صدر فرخه تبقى اول الشهر، تبقى جايباه اول الشهر. بصوا الاول هقول لكم الويكه انا عملتها ازاي وخضرها القمر ده ازاي. انا بسلق الويكه الباميه، بحطها في الفريزر، بسلقها بميه وملح فقط لا غير، وبطلعها على طول على الشوربه لو هسلقها في شوربه، او على الميه لو انا هسلقها في ميه. بعد كده بحط فيها بعد ما اتسلقت بضربها بالهاند بلندر او في الخلاط، بحط عليها معلقه كبيره من الثوم الاخضر في قلب الويكه كده، وبعمل لها الطشه بتاعتها بس كده. وخدي بقى حبه ويكه برغيف كده، والله العظيم زي العسل والسكر، نعم وفضل اللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. طيب لما اكون عامله عدس وبصاره او عامله مسقعه واكلت منها النهارده وتاني يوم سخنت بقيه الاكل وعيالي متمردين عليه او مش عاجبهم، اعمل ايه عشان يعجبهم؟ بصي يا حبيبه قلبي، لو انت جبتي بسم الله ما شاء الله زي ما قلت لك كده صدر فرخه وعملت الناجتس، الناجتس اقتصادي جدا وموفر جدا وبيرمي معاكي كميه قمر قمر، وهعمله معاكم ان شاء الله بامر الله بكره او بعده بالكتير. جايه مثلا اكلنا النهارده من العدس والبصاره وبكره جايه سخنتها لهم، حمري لكل واحد قطعه ناجتس واحده كده، هي فيها بروتين، فيها فراخ وفيها بطاطس وبتقليها في الزيت واقتصاديه وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك زي العسل وزي السكر. هياكلوا العدس وهم ساكتين مع قطعه الناجتس اللي انت حطيتيها. مش هقولك بانيه، حابه تحطي قطعه واحده بانيه، قطعه واحده وربنا مش هتكلفك حاجه، موجود عندك تمام. طب في ناس تقولك طب احنا عددنا كبير انا اعمل لمين ولا مين؟ استبعدي البانيه خالص، حمري بطاطس جنب الاكله. مش علشان ان انا عملت الاكله بتاعت امبارح سخنتها النهارده ما زودش عليها حاجه، لا هنزود عليها، زودي عليها طبق سلطه لو انتوا عددكم كبير. ايه يا نونو معلش يا قلبي تعالي، لو انتوا عددكم كبير وانا عملت الاكله دي امبارح عملت كده جنبها جرجير، غسلت جرجير جنبها، طب النهارده سخن نفس الاكله هي بحذافيرها بالنفس اللي اتعمل امبارح، هي كده تتاكل؟ لا والله العظيم كده مش هتتاكل. هتتاكل لو انت عملتي جنبها طبق سلطه خضراء حلو كده، هتتاكل لو انت شويتي بتنجانيه كده جنبها عملتيها طبق بابا غنوج، هتتاكل لو انت طلعتي حبه ليمون مخلل كده وقطعتي حته جبنه حطيتي عليها حته طماطميه. إيه يعني حاولتي تفتكسي كده او تالفي كده اللي هو بحيث ان هو اللي يشوف الاكل، الاكل ممكن يبقى عينات، يبقى حاجات قليله كده في الاطباق، بس انت عامله بسم الله ما شاء الله كذا حاجه مصنفه بقى، حبه جبنه بقطع حلوين مع طبق المسقعه، حبه سلطه خضراء، بسم الله ما شاء الله حمرت بطاطسايه، كل الحاجات دي بسم الله ما شاء الله هتفتح نفس اللي قدامك، ولو مش هياكل اقسم بالله العظيم هياكل. لكن مش انا سخنت الاكل امبارح اروح عاملاه لهم كوبي هو النهارده مش هزود عليه اي حاجه. حمري حبه لسان عصفور، ادي حبه لسان عصفور كده تحميره، حطي فيهم فصين توم لما يخشوا في التحمير، زوديهم بمعلقه مرق الدجاج، وزودي الميه المغليه وخدوا غلوتين وكلي احلى طبق لسان عصفور. اعملي جنبي اي حاجه، احنا دلوقتي ما بقناش ندور نقول فطار ايه وغدا ايه وعشاء ايه وعشاء ايه، ايه الموجود والمتوفر بنحطه وبناكل وبتتستر الحمد لله الحمد لله رب العالمين. لو عملتي حبه فول مدمساه في البيت خلاص انت كده ضمنتي عشاك وضمنتي فطارك، وممكن غداكي كده وسط الشهر ممكن يوم تكسري كده اليوم بغدوه اقتصاديه. حبه فول بطماطم مع حبه جرجير مع ب10 جنيه عجينه ولا عجينه تبقى عاملاها في البيت واليوم اتقضى واللهم لك الحمد والشكر لك يا رب. طيب صليتي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. جايبه لكم بقى حبه مواعين حلوين كده يشجعوك ويحفزوكم، ولو وراكي اي حاجه هتقومي كده تنجزي فيها. تعالى اقول لك بقى الناس حبايب قلبي اخواتي اللي هم تاج على راسي اصحاب الميزانيه اليوميه، انا عشان اوفر وامسك قرش في ايدي انا اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه. حوار ان انت تعملي الاكل يكفيكي يوم ده هينجز معاكي، وممكن في وسط الاسبوع يعني اسبوع اهو تكسري في وسط الاسبوع يوم بحاله وما تصرفيش فيه ال100 جنيه ما تفكاش اصلا. ازاي انت هيبقى عندك اكل من امبارح زودي عليه حاجات كده بواقي التلاجة، طلعي كل حاجه في التلاجة سخنيه. ال100 جنيه اللي انا هاخدها انزل اجيب بيها خضار في اليوم ده واجيب بيها لحوم وادور اجيب بيها اكل؟ لا ال100 جنيه متجمده زي ما هي. لو عملت الموضوع ده مرتين اتنين في الشهر كسرت يومين اتنين بس في الشهر ب200 جنيه، انت كده ست بيت زي الفل. ال200 جنيه هتفرق معاكي جدا جدا، هتروحي تجيبي بيها 4 كيلو رز، هتروحي تجيبي بيها ب100 جنيه مكرونه، شوفي هتجيبي 5 كيلو مكرونه يا ستي، هتجيبي ب100 جنيه مكرونه وب100 جنيه رز وتركنيهم كده عندك لرمضان، هتجيبي ازازتين زيت تركنيهم لرمضان، نص كيلو شاي وتركني لرمضان. لو عملت الموضوع ده من هنا لغايه رمضان هتحسي ان بسم الله ما شاء الله الدنيا عندك متيسره، ما انتش مزنوقه قوي. عندي حبه حاجات متكوله عليها عندك بسم الله ما شاء الله. الشهر ده خلاص خلص اهو، وانا رايحه بكره اشتري مشتريات الشهر، اشوف عندي ايه اللي موجود عندي في المطبخ. موجود عندي نص كيلو رز،
موجود عندي نص كيلو مكرونه، موجود عندي كيس سكر. امسكي الحاجات دي في كرتونه حلوه كده او شنطه حلوه كده، اربطي فيها الحاجات دي واركنيها على جنب بعيد عن عينك خالص خالص، ما تقربيش ناحيه الحاجه دي. طب الحاجه دي هعمل بيها ايه؟ هبيعها؟ لا مش هتبيعيها. الحاجه دي انت تمسكيها زي ما هي كده وتركنيها لرمضان، مش هتيجي ناحيتها خالص خالص. تعالي برضو الشهر الجاي كذلك الامر، لسه قاعدين بسم الله ما شاء الله، شوفوا كام شهر على رمضان. ربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. الحركه دي بتفرق جدا جدا معاكي، وهتلاقي في الاخر جمعتي حبه حاجات حلوين. ربنا يا رب يجعل بيوتنا عمارة ويجعل بيوتنا مستورة، وطول ما احنا راضيين احنا مستورين. طول ما انت راضية وقلبك راضي عن عيشتك وحياتك انت كده مستورة. ولادك اللي هم بيتنورضوا على الاكل ويتنورضوا على الشرب ومش عاجبهم، قولوا لهم ان الاكل اللي مش عاجبكم ده غيركم مش لاقيه، حرفيا غيركم مش لاقيه ومش عارف يوصل لفتفوته منه. الناس نفسها تاكل وتشبع عيش حاف، بس مش هقول لك عدس وبصراحه، هي ما بقتش حاجه في دلوقتي حاجه رخيصه، كل حاجه حرفيا بقت غاليه. عدس غالي، بصرة غاليه. لو هتقضي يوم كده تحابيش بس، فول وطعميه وبطاطس وبيضتين كده، البضايه بمبلغ وقدره عامله لها 6 جنيه ولا 7 جنيه، انت كده كلفتي. يعني انت بينك ما بينهم كده، انت اقعدي قولي لهم ده غالي وده غالي. اللي بيبقى مسترخص الحاجه ومستهي في الاكل، ايه الاكله الهايفه اللي انت عملتها لنا دي؟ طب تعالى يا حبيب قلبي بص، الاكله دي متكلفه قد ايه؟ مفيش حاجه رخيصه دلوقتي، كل حاجه دلوقتي غاليه. نرضى باللي ربنا قسمه لنا ونرضى بعيشتنا عشان ربنا يرضينا. يا رب يرضيكم ويرضى عنكم ويسعدكم ويهنيكم. وطول ما انتوا في حالكم، طول ما انتوا في حالكم مش حاشرين مناخيركم، او انا عن نفسي طول ما انا في حالي مش حاشره مناخيري في حياه حد. ما بقعدش اسال انت عملتي ايه ورحتي فين وجيتي منين. انا مرتاحه نفسيا كده زي الفل. الحاجه جت اتحكت قدامك، انا لا اسمع لا ارى لا اتكلم. هتكسبي صحتك، هتكسبي عافيتك، هتكسبي ريحت دماغك من قول حصل وجرى واتصل وفلانه قالت وفلانه عادت ومراتك عملت ومراتك سوت وهتسالها هتريح. هتقفلي باب نكد ملوش اول من اخر طول ما انت في حالك. سلفتي على عيني وراسي، اختي دي اختي مش سلفتي. اخت جوزي على عيني وراسي، دي اختي برضو مش سلفتي، مش اخت جوزي. اسمعي اكتر ما تتكلمي، هترتاحي نفسيا كتير قوي قوي قوي. اسمعي زي ما انت عايزه. انا في قلبي كلمتين كده محشورين في قلبي، عايزه افضفض معاكي بيهم، فضفضي يا حبيبه قلبي، عادي ما يجراش حاجه. وبعد ما سمعتك هشرب بقين ميه كده ورا الكلام اللي انت قلتيه، ولا هروح اقول لخالتي ولا اقول لعمتي ولا اقول لاختي. خلاص كده الموضوع انتهى. انت كده لو عملتي كده انت كده زي الفل. خلاص سيطرت، انا سيطرت على لساني، لساننا اللي بيودينا جهنم لساننا اللي بيودينا بيجيب لنا المشاكل، ونخش في اعراض الناس ونقول قالوا وقادوا وقولنا وحصل واتصل. انا ايه اللي عليا من ده كله؟ وربنا ما انا هكسب حاجه يا ولاد، ما هينوم غير وجع الدماغ والصداع وخلاص. ركزي في بيتك، في ولادك، ازاي توفري، ازاي تدبري. نفسك في مايكروويف ازاي تجيبيه، نفسك في هاند بلندر ازاي تجيبيه، عايزه اجيب خلاط جديد، عايزه اعمل فرش للركنه. ركزي اكتر في الحاجات دي هترتاحي نفسيا. ركزي اكتر في بيتك وولادك، هتبقي ست بيت زي الفل كده. ركزي اكتر ازاي توسعي على نفسك، ازاي توسعي رزقك. مش اركز اكتر في سلفتي جوزها بتجيب لها ازاي ويجيب لها منين، سلفتي عايشه مع جوزها معيشه عيشه احسن مني. ارضي بعيشتك وحياتك، هترتاحي نفسيا وهتلاقي ربنا مرضيكي، وهتلاقي ربنا مبارك لك في اللي بين ايديكي. يا رب يسعدكم. حطوا لايك واشوفكم على خير بكره. سلام عليكم.